السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا وسهلا بكم مع مراجعات البحيري. أهلا وسهلا بكم في آم، دليل الخرائط للصف الثالث الإعدادي. إزاي تحل خريطة للصف الثالث الإعدادي. أولا كده هنبص على الخريطة. طبعا ده سؤال سهل جدا، ما فيهوش أي حاجة. تعالوا كده هناخد الخرائط واحدة واحدة مع بعض ونشوف الدنيا فيها إيه. عندي الخريطة الأولانية بتكلمني على قارات العالم والمحيطات ودوائر العرض. طبعا هنا لو بصيت على الخريطة، هنا عندي رقم واحد هي قارة آسيا، وهي أولى القارات من حيث المساحة. أكبر القارات من حيث المساحة عندي 44.2 في المية. عندي بعد كده رقم اتنين، هنا بيقول لي قارة استراليا، وهي أصغر القارات من حيث المساحة، 7.8 مليون كيلو متر مربع. عندي رقم ثلاثة قارة أمريكا الجنوبية، وهي ثالث القارات من حيث المساحة. عندي طبعا رقم أربعة هي قارة أوروبا، وديت طبعا القارة اللي قبل الأخيرة، فبنقول هي كده قارة رقم ستة. طبعا ديت 10.5 مليون كيلومتر مربع. عندي قارة أفريقيا، قارة رقم خمسة، دي تاني قارات 30.3. عندي بعد كده قارة أمريكا الشمالية، عندي هنا 24، عندي 24.2 كيلو متر مربع. زي ما قلنا رقم ستة، قلنا أمريكا الشمالية، ودي طبعا ثالث قارة من حيث المساحة، وقلنا مساحتها 24.2 مليون كيلو متر مربع. القارة هنا رقم سبعة. سبعة هنا بيكلمني على المحيط، وهنا هو المحيط الأطلنطي، وده تاني المحيطات من حيث المساحة، ومساحته 86.5. رقم ثمانية المحيط الهادي، تمام، وهو هنا 166 مليون كيلومتر. رقم تسعة المحيط الهندي 73.5. رقم 10 المحيط الهادي. رقم 11 هنا الدائرة القطبية الشمالية. سوري، هنا ده المحيط القطبي الشمالي. هنا ده المحيط القطبي الشمالي، وطبعا مساحته 14 مليون كيلومتر مربع. هنا رقم 12 المحيط القطبي الجنوبي 19 ونص. رقم 13 عندي دائرة الاستواء. رقم 14 مدار الجدي. 15 مدار السرطان. رقم 16 الدائرة القطبية الشمالية. دي كده أول خريطة موجودة معانا، هي خريطة العالم، قارات والمحيطات. نيجي للخريطة الثانية، وبيتكلمني هنا على البحار اللي موجودة في العالم. عندي رقم واحد بيكلمني هنا على بحر قزوين، وهو أكبر بحر مغلق في العالم. عندي هنا رقم اثنين البحر المتوسط. رقم ثلاثة البحر الأحمر. رقم أربعة البحر الكاريبي. رقم خمسة عندي هنا بحر أرافورا، وهو بيفصل ما بين قارة آسيا وقارة أستراليا. ده بحر أرافورا. عندي رقم ستة، ديت هنا جزر الفلبين. جزر الفلبين. رقم سبعة جزر اليابان. جزر اليابان. عندي هنا رقم ثمانية، دي سومطرة، انما لو نزلت هنا تبقى اندونيسيا. تمام، انما ديت جزيرة سومطرة. تمام، ديت رقم 8. رقم تسعة عندي هنا جزر القمر. جزر القمر. رقم 10 هنا برضو جزيرة، وديت جزيرة مدغشقر. جزيرة مدغشقر. عندي رقم 11، وديت ايسلاند، جزيرة ايسلاند. ديت هنا رقم 11. رقم 12 دي جزيرة تسمانيا. جزيرة تسمانيا. تمام، ديت من الجزر التابعة لأستراليا. عندي رقم 13 نيوزيلندا الجنوبية. رقم 14 نيوزيلندا الشمالية. رقم 15 جبال
وديت هنا جبال تفصل ما بين آسيا وما بين أوروبا، دي جبال الأورال، جبال الأورال. رقم 16 شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. تمام. عندي بعد كده رقم 17. تمام. عندي هنا رقم 17، وديت احنا قلنا شبه. هنا رقم 16 قلنا شبه الجزيرة العربية، وعندي هنا رقم 17 عندي اللي هي جزر ايه، جزر احنا قلنا آه، ديت هنا سومطرة زي ما قلنا هنا. رقم 17. طيب، عندي بعد كده ده كده الخريطة الثانية. ماشي. الخريطة الثالثة، سوري، هنا رقم 17 يا شباب، انا اسف. احنا قلنا هنا رقم 16 شبه جزيره عربيه، هنا رقم 17 شبه جزيره الملايو، شبه جزيره الملايو. احنا قلنا رقم 8 هنا سومطرة، انما رقم 17 شبه جزيره الملايو. تمام. يلا الخريطه اللي بعد كده برضو خريطه العالم، بيكلمني هنا في رقم واحد. هنا ده هنا مضيق بيفصل ما بين اسيا وما بين امريكا الشماليه، هو مضيق بيرنج، مضيق بيرنج. تمام. عندي رقم اتنين مضيق باب المندب ما بين البحر الأحمر وخليج عدن، باب المندب. عندي رقم ثلاثة مضيق هرمز، وده خليج العربي وخليج عمان. رقم أربعة هنا مضيق البوسفور. رقم خمسة الدردنيل. رقم ستة مضيق جبل طارق، هنا ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. رقم سبعة هنا مضيق موزمبيق، مضيق موزمبيق. رقم 8 عندي خليج هيدسن، رقم 8 خليج هيدسن. رقم 9 عندي الخليج الأسترالي الكبير، خليج أسترالي الكبير. رقم 10 خليج كليبنتاريا، خليج كليبنتاريا. رقم 11 ده عندي هنا خليج المكسيك، خليج المكسيك. عندي رقم 12 هنا ده خليج سانت لورنس، سانت لورنس. رقم 13 هنا عندي خليج البنغال، خليج البنغال. الخريطة اللي بعد كده هنا ندخل على تضاريس قارة آسيا، وهنا بيكلمني على رقم واحد. ألاقي عندي رقم واحد هنا اللي هو دائرة الاستواء، رقم واحد دائرة الاستواء. رقم اثنين مدار هنا مدار السرطان، رقم اثنين مدار السرطان. رقم ثلاثة الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الشمالية. عندي رقم أربعة جبال، وهنا هي جبال الحاجز الكبير، سوري جبال زاجروس، جبال زاجروس. رقم خمسة جبال توروس، جبال توروس. رقم ستة جبال الهيمالايا، جبال الهيمالايا. رقم سبعة جبال الأورال، جبال الأورال. رقم ثمانية عندي هنا هضبة، هي هضبة التبت، وهي أعلى قمة جبلية أعلى من الهضاب، ولذلك تسمى سقف العالم، هضبة التبت. رقم تسعة هضبة الدكن، هضبة الدكن. رقم عشرة عندي هضبة شبه الجزيرة العربية، 10 شبه الجزيرة العربية. عندي رقم 11 بحر، وهنا ده بحر قزوين، بحر قزوين. هو طبعا قلنا أكبر بحر داخلي في العالم. عندي رقم 12 خليج البنغال، خليج البنغال. رقم 13 هو هنا المكان ده خليج عدن، خليج عدن. رقم 14 وهو هو البحر العربي، البحر العربي. عندي هنا 15 بحر اليابان، بحر اليابان. رقم 16 قارة، وهي قارة أفريقيا، قارة أفريقيا، الجزء ده اللي هو في هضبة آسيا. طيب برضو في قارة آسيا ونشوف السهول والأنهار. عندي هنا رقم واحد وهي سهول منشوريا، سوري سهول سيبيريا، رقم واحد سهول سيبيريا.
عندي رقم 2 سهول منشوريا. رقم 3 سهول شرق الصين، سهول شرق الصين. عندي 4 نهر أوب، نهر أوب. 5 نهر يانسي، نهر يانسي. 6 نهر لينا، نهر لينا. رقم 7 عندي هنا نهر يانجستي، نهر يانجستي. تمام. رقم 8 هنا ده نهر الجانج، نهر الجانج. 9 نهر السند، السند. رقم 10 هنا ده نهر دجلة، رقم 10 نهر دجلة. رقم 11 نهر الفورات. دي كده السهول والأنهار اللي موجودة في قارة آسيا. لو بصينا على قارة أفريقيا، نبص نلاقي قارة أفريقيا هنا طبعا رقم 1 دائرة الاستواء. رقم 2 مدار الجدي. رقم 3 مدار السرطان. رقم 4 جبال أطلس. 5 جبال البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر. عندي هنا 6 جبل كينيا. 7 كيليمنجارو. رقم 8 دراجنسبيرج، رقم 8 دراجنسبيرج. رقم 9 هضبة، هي هضبة الصحراء الكبرى، هضبة الصحراء الكبرى. تمام. رقم 10 هنا هضبة اثيوبيا، هضبة اثيوبيا. رقم 11 عندي هنا هضبة البحيرات الاستوائية، هضبة البحيرات الاستوائية. ورقم 12 عندي هضبة جنوب افريقيا. يبقى هنا احنا قلنا هنا رقم 6 جبال كليمنجارو، ورقم 7 جبال كيني. تمام. طيب، بالنسبة للمحيطات عندي هنا رقم 1 المحيط الأطلنطي، المحيط الأطلنطي. عندي هنا خليج غينيا، خليج غينيا. هنا نهر، هو نهر الكونغو، نهر الكونغو. رقم 4 سهول نهر النيل، سهول نهر النيل. رقم 5 سهول نهر النيجر، سهول نهر النيجر. رقم 6 هنا سهول صحراوية اللي هي صحراء كالهاري، صحراء كالهاري. عندي هنا رقم 7 بحر الرمال العظيم، سهول صحراوية اللي هي بحر الرمال العظيم أو سهول كالينشو. رقم 8 عندي هنا نهر أورنج، ده طبعا بيصب في المحيط الأطلنطي. رقم 9 هنا نهر الليمبوبو، نهر الليمبوبو. رقم 10 محيط هندي، محيط هندي. رقم 11 طبعا هنا عندي قارة آسيا. طيب نيجي للخريطة اللي بعد كده، وهي خريطة برضو من قارات العالم القديم، ونتكلم على قارة أوروبا. قارة أوروبا ألاقي هنا الرقم 1 طبعا هنا بيكلمني على هنا قارة آسيا. ماشي. رقم 2 قارة أفريقيا. رقم 3 وهي بيكلمني هنا في الشمال، وهو المحيط المتجمد الشمالي، محيط متجمد شمالي. هنا رقم 4 عندي المحيط الأطلنطي، محيط أطلنطي. عندي رقم 5 جبال، وهي جبال تقع بين فرنسا وأسبانيا، وهي جبال البرانس، جبال البرانس. عندي رقم 6 وهنا جبال الألب، جبال الألب. رقم 7 جبال الألب الدينارية، جبال الألب الدينارية. رقم 8 جبال أورال، جبال أورال. رقم 9 هضبة، وهنا بتكلمني على هضبة الميزيتا، وهي تشغل معظم مساحة أسبانيا. عندي رقم 10 هنا هضبة فرنسا الوسطى، هضبة فرنسا الوسطى. رقم 11 وهنا هو بيقول لي دائرة عرض، طبعا دائرة عرض هنا الدائرة القطبية الشمالية. رقم 12 جزيرة آيسلاند، جزيرة آيسلندا. رقم 13 الجزر البريطانية، الجزر البريطانية. رقم 14 طبعا هنا بالنسبة دولة أسبانيا، دولة أسبانيا. طيب نبص على الخريطة اللي بعد كده، وهنا بيتكلم لي على البحار والأنهار. طيب رقم 1 هنا ألاقيه عندي بحر، هو بحر قزوين، بحر قزوين.
رقم 2 البحر البلطي، البحر البلطي. رقم 3 البحر الأسود، البحر الأسود. رقم 4 عندي بحر الشمال، بحر الشمال. رقم 5 البحر المتوسط، رقم 5 البحر المتوسط. رقم 6 هنا السهل، هو السهل الأوروبي العظيم، أكبر سهول طبعا موجودة في أوروبا، السهل الأوروبي العظيم. عندي رقم 7 وهو هنا نهر أطول أنهار أوروبا وهو نهر الفولجا. رقم 8 عندي ده نهر الراين، نهر الراين طبعا بيصب في بحر الشمال. رقم 9 نهر الدانوب ويصب في البحر الأسود. رقم 10 وده نهر السين طبعا بيصب في بحر المانش. آه، ده طبعا هنا ده رقم ايه 10. ماشي. طبعا هنا البوسفور والدردنيل مش موجودين هنا على على هذه الخريطة. طيب بعد كده عندي تضاريس أمريكا الشمالية، تضاريس أمريكا الشمالية. تمام. أبص كده ألاقي هنا رقم 1 عندي وهو المحيط المتجمد الشمالي، المحيط القطبي الشمالي. تمام. عندي رقم 2 المحيط الأطلنطي. رقم 3 المحيط الهادي. رقم 4 جبال، وهي هنا جبال روكي، جبال روكي. رقم 5 جبال مجانية فبنقول عليها جبال الأبلاش، جبال الأبلاش معلومة مجانية. رقم 6 هنا هضبة اسمها هضبة ليبرادور، هضبة ليبرادور. رقم 7 عندي هضبة المكسيك، هضبة المكسيك. رقم 8 وهو مضيق قلنا بيفصل ما بين آسيا وأمريكا الشمالية، مضيق بيرينج أو مضيق بيهرينج. رقم 9 عندي جزيرة جرينلاند، جزيرة جرينلاند. رقم 10 عندي ده هنا مدار السرطان. ورقم 11 الدائرة القطبية الشمالية. طب البحار والخلجان والسهول اللي موجودة عندي في أمريكا الشمالية، هلاقي هنا طبعا رقم 1 عندي البحر الكاريبي. رقم 2 خليج المكسيك. رقم 3 هنا خليج هيدسون. رقم 4 عندي خليج سانت لورنس. رقم 5 سهول نهر المسيسيبي، سهول نهر المسيسيبي. عندي رقم 6 هو نهر سانت لورنس ويصب في خليج سانت لورنس. عندي رقم 7 وهو نهر نيلسون ويصب في خليج هيدسون. رقم 8 البحيرات العظمى. نيجي بعد كده لقارة أمريكا الجنوبية ونشوف التضاريس بتاعتها. بيقول لي هنا رقم 1 عندي المحيط الأطلنطي. رقم 2 المحيط الهادي. رقم 3 البحر الكاريبي. رقم 4 جبال روكي. رقم 5 عندي هنا طبعا هضبة جيانا، هضبة جيانا. رقم 6 هضبة البرازيل. ورقم 7 هضبة باتاجونيا. رقم 8 هنا دائرة الاستواء. رقم 9 مدار الجدي. شوف السهول بالنسبة لأمريكا الجنوبية. طبعا هنا رقم 1 سهول نهر الأوريانكو، سهول نهر الأوريانكو. تمام. عندي رقم 2 ودوت هنا نهر باراجواي، نهر باراجواي. رقم 3 نهر بارانا، رقم 3 نهر بارانا. رقم 4 سهول لابلاتا، ماشي سهول لابلاتا. رقم 5 هنا سهول نهر الأمازون، الأمازون نهر الأمازون. رقم 6 عندي هنا سهول ساو، نهر ساو فرانسيسكو، ساو فرانسيسكو. تمام. طيب نيجي لآخر القارات أو التضاريس في قارة أستراليا. عندي هنا رقم 1 مدار الجدي، رقم 1 مدار الجدي. رقم 2 جبال وهي جبال الحاجز الكبير، جبال الحاجز الكبير. رقم 3 هضبة الهضبة الغربية، رقم 3 الهضبة الغربية. رقم 4 هنا عندي المحيط طبعا الهادي، المحيط الهادي. رقم 5 المحيط الهندي. رقم 6 خليج كربنتاريا.
رقم 6 خليج كريبنتاريا. رقم 7 عندي الخليج الأسترالي الكبير، الخليج الأسترالي الكبير. رقم 8 عندي هنا نهر دارلينج، نهر دارلينج. أما رقم 9 فهو ميري، ميري ودارلينج. رقم 10 عندي بحر اسمه بحر أرافو. تمام. طيب طبعا يا شباب كده احنا خلصنا الجزئية الأولانية بتاعة الموقع والمساحة والتضاريس. إن شاء الله بنلتقي في المرة القادمة مع الأقاليم المناخية للقارات.